كارثة صفقة السخوي 35 الروسية المصرية اللي عقدتها مصر أواخر عام 2018. الكلام بيروح شمال ويمين وفوق وتحت، لكن هي أمنية من الشعب المصري كله والوطنيين المصريين إن صفقة السخوي تتم مع روسيا. إذا كانت ما تمتش أساسا، لأن الكلام بيتقال إنها تمت ما تمتش. الكلام العبيط الغريب جدا اللي بيتقال في الصفقة ده قال ايه؟ مصر اتنازلت عن الصفقة لروسيا تبيعها لإيران. الكلام ده طبعا مش حقيقي ومش واقعي، بيتقال كتير وبيتقال في قنوات وعلى السوشيال ميديا. الكلام ده مش صحيح. يخش عقل مين؟ ده ما يخشش كلام، ما يخشش عقل طفل. عشان مصر تعقد صفقة من 2018 واحنا داخلين اخر اهو 2022 وتقول لي الصفقة لسه ما وصلتش مصر؟ طيب هنعتبر ان الكلام ده كله كلام واهي وكلام عبيط. طب تعالى نتكلم بالإحساس. تفتكر رئيس زي الرئيس السيسي ممكن يتنازل على صفقة زي دي واحنا ما عندناش غير الطيارات الأقوى اللي ممكن تواجه أعدائك الأقوياء في المنطقة زي إسرائيل؟ ما عندناش غير سرب من 30 طيارة أو حتى 40 طيارة من طيارات الرافال الروسية الفرنسية؟ طبعا الكلام ده مش حقيقي. ولا تفتكر ان الرئيس السيسي هيعتمد على سرب الطيارات الاف 16 المنقوصة الموجودة في مصر، اللي تعتبر اقل طيارة في العالم؟ اف 16 غير متطورة بالنسبة للطيارات الاسرائيلية او حتى الطيارات السعودية او الطيارات بتاعت سلاح الجو الاماراتي. تفتكر رئيس السيسي هيرضى على ان تكون طيارات اف 16 هي الطيارات الرئيسية، وهي بلوك 52 اقصاها وغير معدلة؟ وان امريكا نفسها رافضة تطور لك طيارات الاف 16 او تديك اسلحة طيران متطورة زي الاف 15 تقدر تدي لك حاجة زي كده؟ امريكا مش عايزة تدي لك حتى صواريخ فوق مدى الرؤية، مش عايزة تديها لك. تفتكر ان الرئيس السيسي هيصبر على طيارات السخوي اكتر من كده وان ما جاش منها مصر؟ ده حتى يا اخي بالاحساس، بالدليل حتى في دماغك، بالدليل اللي المفروض يخش حتى عقل عيل صغير. الرئيس السيسي هيصبر الفترة دي كلها؟ بلاش كده خالص. سيبك من كل اللي انا قلته اللي فات ده كله، سيبك منه. تفتكر في ظل الاجواء اللي موجودة في المنطقة حاليا، مشاكلك مع سد النهضة، مشاكلك على الحدود الليبية، مشاكلك مع تركيا، مشاكلك اللي موجودة دلوقتي بسبب توسع مصر شرق البحر المتوسط في إنتاج الغاز وحقول البترول، تفتكر إن مصر والجيش المصري وعلى رأسهم الرئيس السيسي هيصبر وما يكونش خد طيارات الاف 35؟ بلاش كده خالص. سيبك من كل اللي انا قلته برضو تاني. طيب توسعة وتطوير القوات البحرية المصرية وشرائك لفرقاطات شبحية وسفن حربية بحرية من ألمانيا وفرنسا وإيطاليا زي البرجميني والفريم، تفتكر دول مش محتاجين لقوة مظلة جوية تقدر تحميهم؟ مش محتاج عشان تحمي حقول الغاز لطيارات طويلة المدى زي زهر ونور وغيره وحقول البترول والحماية الداخلية، وخصوصا ان انت بتبني مفاعل الضبعة؟ مش محتاج لطيارات قوية وطيارات صاحبة سيادة جوية تقدر تغطي المجال المصري كله والأجواء البحرية المصرية لحماية حدودنا في الشمال والجنوب والشرق والغرب؟ وخصوصا ان انت دلوقتي بقى عندك بحر، عندك 2 أسطول، واحد في البحر المتوسط وواحد في البحر الأحمر. ودلوقتي مصر متولية حماية البحر الأحمر وبتقود 30 دولة بعد ما أمريكا ادتها القيادة لحماية البحر الأحمر من الجنوب تحت عند باب المندب للشمال فوق عند خليج السويس. تفتكر مصر هتصبر وما عندهاش لسه الطيارات دي؟ وبرضه بحاول أفكرك ومش عايزك تنسى الاتفاقية اللي تمت منذ 3 سنوات بين الجانب الروسي والجانب المصري بقيادة الرئيس بوتين وقيادة الرئيس السيسي، وهي استخدام الأجواء
والمطارات المصرية بالنسبة للجانب الروسي، واستخدام الأجواء والمطارات الروسية بالنسبة للجانب المصري. وده بيأكد لك سبب وجود واستمرار وجود الطيارات السخوي 35 المصنعة لصالح مصر، وجود ومبرر أكيد بسبب الاتفاقية دي، فبذلك هي موجودة في روسيا طبقا للاتفاقية، لكن مصر مش هتفرط في طياراتها. وأخيرا هتفتكر إن مصر هتصبر على تفوق القوات الجوية الإسرائيلية المكتملة بسبب امتلاك إسرائيل للإف 35، ودي آخر إصدار بعد كمان ما طورته إسرائيل. وهتفتكر إن مصر هتصبر بعد امتلاك إسرائيل من سنين للإف 15 المتطورة اللي برضو إسرائيل طورتها عن التطور الأمريكي بعد ما استوردتها. تفتكر مصر هتصبر بعد امتلاك إسرائيل لسرب كبير من طيارات الإف 16 بعد ما طورتها برضو إسرائيل عن الإصدار اللي خدته من أمريكا؟ تفتكر بعد كل ده مصر هتصبر على تفوق القوات الجوية الإسرائيلية على القوات الجوية المصرية اللي تمتلك سرب قديم من اف 16 رغم ان هم 225 طيارة ولكن اصدار قديم اف 50 او بلوك 50 او بلوك 52؟ تفتكر بعد كل الكلام اللي قلته لك ده وبعد الصراعات اللي في الإقليمية اللي موجودة في المنطقة وتهديد إيران لدول عربية زي السعودية والإمارات والبحرين، تفتكر مصر هتصبر بعد كل ده على عدم وصول الطيارات المصرية السخوي 35؟ أكيد ده كلام مش واقعي أبدا. سلام عليكم.